كلمات عن القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ابنكم وأخوكم ومحبكم في الله ورسوله محمد إسلام شاشي الجزائري، 11 سنة، الصف الأول من التعليم المتوسط، مدينة آفن، ولاية الأغواط. أحلم بل سأسعى بكل جد واجتهاد إلى أن أحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى حفظا متقنا، وأن أكون إماما وخطيبا بأكبر مسجد في إفريقيا ورابع أكبر مسجد في العالم بعد الحرم المكي والحرم المدني والمسجد الأقصى المبارك. فك الله أسره ورزقنا فيه صلاة طيبة مباركة، ألا وهو جامع الجزائر الأعظم، وما ذلك على الله بعزيز بفضل صالح دعائكم. يا قارئ القرآن، اقرأ وشمس بالضحى آذاني، والمس شغاف القلب بالفرقان، ولسورة الإخلاص خذني أستقي من نبعها الصافي عظيم معاني. افتح مغاليق الفؤاد بآية الكرسي، واجد العقل بالرحمن، جلبي على آي الكتاب فإنني ترتاح نفسي في حمى القرآن. كم ليلة أمسيت فيها ضائقا صدري، أقاسي حيرتي وأعاني، فأقوم للقرآن يؤنس وحشتي ويضيء ظلمة ليلتي وكياني. هو صاحبي إن عز خل صادق، وسمير قلبي لو يضن زماني. هو منهجي أنعم بنهج خطه رب العباد لأمة الإيمان. فيه من الأحكام ما إن طبقت في هذه الدنيا سما الثقلان. نزل الأمين به على خير الورى، مستفتحا بقرأ وخير بيان. طرقت فؤاد المصطفى آياته، فصفى الجنان وقرت العينان. وسرى بمكة والقرى إعجازه، فأنار ضوء الوحي كل مكان. وتلعثم البلغاء رغم فصاحة كانت تميزهم عن الأقران. عجزوا بأن ياتوا على مر العصور بآية من محكم الإتقان. هذا كتاب الله خير معلم، في هذه الدنيا وخير بيان. فتدبروا آياته واستوعبوا أحكامه، واتلوه كل أواني، فهو الشفاء لكل صدر ضائق والمرتقي بكرامة الإنسان. والسلام عليكم. بارك الله فيك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. بارك الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها إن شاء الله، وأن يجعل أبناءنا يحلو حلوه إن شاء الله. تخيل 10 في الجزائر كمان 10 غير 10، كل واحد يقول في قلبه يا ربي ولدي يكون من هذول 10. هي الموازنة. أنوي قال يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا من قلت ادعوني أستجب لكم، ها نحن ندعوك يا ربنا، يا من ترانا وتعلم حالنا، ومن لا يخفى عليك شيء من أمرنا، حقق لنا هذه الأمنية يا رب، حقق لنا هذه الأمنية يا رب، حقق لنا هذه الأمنية، واحفظ لنا وطننا هذا من
كيد الكائدين وشر الأشرار وحسد الحاسدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا، اللهم اجمع شملهم ووحد صفهم واطرد الشيطان من بينهم، وانصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين.